يعني الان اسبانيا قالت لكم هذه الفانه تاع الغاز ما كانش غاز. اسبانيا في روحها راهي حاصله، والغاز اللي نعطوه لها هنا العقود اللي راه ما بيننا وبينها فاهمينها، قلنا لها يا اسبانيا غازنا ما تبيعيهش للمروك. دوكا هذا من الاساسيات نتاع العقود نتاعنا اللي ما بيننا وبين اسبانيا. قلنا لها يا اسبانيا احنا نعطوك الغاز مش مشكل، نبيعوا لك طبعا، مش نعطوك الغاز كادو، لا نبيعوا لك الغاز بصح شوفي ما تبيعيش للمروك، خاطر هذو مارقين. هذه احنا عندنا واحد المثل واش يقول دقيقه، احنا عندنا واحد المثل واش يقول المارق يشبع مطارق. انتم راكم فيها هذه تاع المارق يشبع مطارق. انتم احنا ماشي قطعنا لكم الغاز منا نروح انا نبعث لاسبانيا تروح تشري غازي انا تشري من عند اسبانيا. ابدا، الغاز الجزائري ما يروحش للمروك. حابين تجيبوه مسال روحوا خرجوه من مضيق هرمز هكذا. من عندنا احنا ما كانش تجيبوا مسال افريها انت مع ايران، روح لايران اللي ظانين تشرشوا لها. لو كنت جيت شد فمك خي قلت لكم في البدايه، قلت لك يا هيشا شد فمك. يا داليس يا ودي يسكت، يا ودي يسكت ما تدخلش روحك. والكارغولي اش ليك؟ اش ليك بعدا؟ اش ليك؟ راه الغاز في بلادك وماشي ديالك. اش ليك؟ راه تصنت المغرب ملي غادي يبغي الغاز راه يحيرفك انت ولا يحيرف تبون. على بالكم باللي فرنسا هي مديه 65% تاع الغاز باطل من ولايه اضرار، مالا اليوم تعرفها. اسبانيا راهي مديه خليني نكمل لك استاذ مصطفى. اسبانيا مديه 52% الى مدى الحياه تاع الغاز باطل. ايطاليا 75%. يعطيك المعطيات هذا بس المراجع تاعنا راهم كل شيء سيت، راهو كل شيء راهو هنا في المواقع، وراه يكون مباشر ايضا الناس اللي تسمع فيها في المباشر. اسمع لي استاذ، لا راك تمد في ارقام اي مواقع. اسمع لي يا استاذ، الموقع تاعهم المواقع تاع الشركات سامكو خليو مثلا ما اي موقع يا استاذ. هاهم ليك شوفوا بعينيكم راهم هنايا، اسمحوا لي، راهو كل شيء لهنا بي دي اف، يعني كل شيء رسمي. ولا اي واحد اللي راهو يقول عليها تكذب يوروا ولد قدور ويوروا وزير الطاقه. حبينا نشوفوا احنا كشعب الجزائري نشوفوا كل واحد من هنا نكذب. خليني نكمل لك الفكره استاذ. العداله ستاخذ مجراها بناء على تصريحاتكم. خليني نكمل لك الفكره استاذ الكريم. يعني احنا نشوفوا باللي فرنسا واسبانيا وايطاليا راهم يدوا في الغاز باطل، ولهذا احنا نحيي الشعب الجزائري اللي عاود رجع لا فاكتور تاعو وقال لهم هذه خلي راح يخلصها ماكرون قبل ما نخلصها. شوف هذا سلوك حضاري اكزاكتومون، عدم دفع سلوك حضاري بما انه ما تسقط. فرنسا تدي الغاز باطل، فرنسا تدي الغاز باطل، فرنسا تدي الغاز باطل وحنا نخلصوها في شركه وطنيه وهما ما يريبوناش، وانا نخلص على ماكرون. دابا انت الكارغولي التبون ديالك يخلص على ماكرون وعلى اسبانيا وكيصيفط الغاز حتى لاسرائيل، سمعتي؟ والمغرب غير مريح وكيجيه الغاز بلا حتى شي حاجه. الحكمه ديال محمد السادس، واش الغاز ديالك كتبيعو فابور وحنا كناخذوه يعني بشرفنا وبقيمتنا. وشوف بلادك فاش عايشه. شوف ما عندنا والو، مالاش عايشين، مالا جزائريين احنا، والله مالا جزائريين. قلعه تاع الغاز هاي نجيبوا فيها 100,000 تعمريها ماشي نوار وتزيد تجيب المطموبيل يقول لك 60,000. القلعه تاع الغاز باش تجي هنا الماء، ها هو الماء، والله نروحوا للكاريرات نسقي ب 200,000 باش يجيب لنا البواد نتاع الماء. انا باغي الغاز تلقى 70,000 القرعه يا راجل. انت واش بيك انت باغي قراك ب 70,000 نروح نجيب الماء نجيبوها الدبه يا راجل. كنا ليه بعث يجيبوا لنا الغاز على وجه ربي، يجيبوا لنا الغاز برك. يقول الرئيس هذا يجيب لنا الغاز. انا فنين انا في الشتاء احنا ولادنا بنشوف واش هو هذا وباطل هذا. قدام سنه 20 سنه وحنا نهضروا مع موال. الوالي يجي يكذب علينا، الوالي يجي يقول لنا كاكفره ليش هضره يا راجل. الوالي يجي يقول لك كانوا ما كانش، كذبوا لنا يدزونا في المقاولين ويكذبوا علينا من ودرنا في الدعايات بلاش وين ما كانوا الريح تسحق الغاز. باغيين الغاز راه اخويا، باغيين الغاز. دخلها لهم في الرصاص نقول لهم خاصني غاز. انا الغاز باغيين الغاز، عطونا الغاز على وجه ربي، عطونا الغاز برك. قول الرئيس هذا تبوب يعطينا الغاز. قالوا 70 سنه ما جبت الغاز بعيني. هو باطل الشيء هذا، والله باطل. خاطي ولادنا ماتوا، ولادنا ماتوا، نقول يسخنوا على النار راك تفرجوا فيهم يا ناس.
قالوا البيتي غالي. توفر يا حبيبي حاضر واحد مثل الفاس مرة على بالي راك هنا انا ولا هنا والله يا اخي جيب لنا الغاز يرحم والدي يقول الرئيس هذا من فضلك اعطينا الغاز على وجه ربي اعطينا الغاز رانا باغيين الغاز لا باغيين حتى. شوفوا الزباله خوتي شوفوا الزباله شوفوا لا كلينيك ها شفتوا لا كلينيك شوفوا الزباله هنا اقسم بالله يا خوتي تحيروا شوف هذا سوق زوكا هذا سوق يا خوتي شوف 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 الناس وين تبيعها خوتي شوف الزباله هم نظفوها ما عندهاش واحد 10 ايام ولا 20 يوم شوف زبالة مينيكس شوف الفيلات زبالة مينيكس بحذا لا كلينيك في السوق ها شوف يا ولدي بلاد البيضاء هذه اقسم بالله العظيم مسخه تبقى مسخه الشعب يموت على الوسخ شوف Le Maroc est en pole position. Le roi du Maroc, qui est très pragmatique, très fin, lui, il a compris qu'il faut se comporter autrement que l'Algérie au sud du Sahara. Pendant que l'Algérie fait dans la roublardise, le double jeu, fait dans le soutien au terrorisme d'un côté et le déni de réalité de l'autre, le Maroc, lui, il avance ses billes. Le Maroc investit à travers ses banques, le Maroc investit à travers ses groupes de BTP, le Maroc propose un projet alternatif de gazoduc qui passerait, qui longerait, cette fois-ci, la côte atlantique, pour remonter, entrer dans le Maroc, et c'est le Maroc qui se chargerait alors de revendre au commerce international européen le gaz et le pétrole venus du Nigeria. Le Maroc a un projet de faire traverser pratiquement une dizaine de pays par l'oléoduc et faire entrer l'éoduc gazoduc à l'intérieur du Maroc, puis on arrive à entrer en Espagne pour alimenter le marché européen. Actuellement, c'est ce projet-là qui est en passe de l'emporter face au projet algérien.